يا مساء الفل، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا. لو اول مره بتشوفوني متنسونيش باللايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو منكم يشجعني انزل فيديوهات اكتر. وتعالوا بقى نشرب مع بعض كوبايتين كده نسكافيه، نروق على دماغنا شويه ونشوف بقى هنعمل ايه. عملت كوبايتين كده انا وزوجي العزيز قرة عيني. كنت عايزة اشرب نسكافيه مضروب، يعني نسكافيه برغوة، بس ما فلحتش معايا والحمد لله، بس كان طعمه حلو والله. بس المضرب بقى اللي عندي اللي هو بالحجر ده باظ، فما كيفنيش الصراحة. قعدت اقلب بيه كده وهو ما بيشتغلش. اداني نتيجة بس مش الطف حاجة، بس قلت اتعامل بيه لحد ما انزل واجيب لي واحد. انا عايزة اجيب اللي هو اللي بالكهرباء دوت. شفت يعني عند كذا حد وعجبني جدا، احسن من ده بكتير، لان ده انا كنت جايباه من اول ما اتجوزت يعني، هو باظ بعدها على طول يعني ما قعدش. بس فانا عايزه اجرب اللي هو اللي بالكهرباء ده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. هعمل سمبوسه كده بالسوسيس والخضار، كانت طعمها حلو قوي. عجبتني الحشوه دي وسويتها بطريقه جديده، ما قلتهاش، حطيتها في الفرن وكانت طعمها حلو قوي وكانت خفيفه. اول حاجه حطيت زيت في الطاسه وحطيت بصلايه كده مقطعاها قطع صغيره ونزلت عليهم بالبسله وشوحتها تشويحه بسيطه. مع كده نزلت عليهم بالسوسيس مقطعه مكعبات وهبتدي اشوح كل ده مع بعض. بجد الحشوه دي كانت طعمها حلو قوي وعجبتني. قطعت بقى فلفلايه حمرا كده صغيره وكده تبلتها بملح وفلفل. ما حطيتش عليها بهارات كتير لان السوسيس بيبقى مطعم، يعني بيبقى ليه طعم كده حلو، وانا ما حبيتش ان انا اضيع طعمه. حطيت ملح وفلفل وبابريكا بس، وهبتدي بقى اقلب كل ده مع بعض. وما بياخدش وقت، بيستوي بسرعه، لان البسله دي انا كنت مفرزاها اللي هي بسمه دي، فكانت مش بتاخد وقت برضو في السوا. قعدت بقى اشوحها كده لحد ما دبلت واستوت، وكده حطيت عليها الايه السوسيس. جبت بقى السمبوكسية، استنيته طبعا لما يبرد خالص تماما، وابتديت بقى احشي السمبوسك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانتي ممكن تعملي كمية السمبوسك بتاعتك كلها بحشوات مختلفة. ممكن تحشيها جبنة او لحمة مفرومة متعصجة او فراخ او سوسيس، ايا كان اللي انت عايزاه، وتحطيها في طبق وتشيليها في الفريزر، ووقت ما تحتاجي تعمليها تطلعي الكمية اللي انت عايزاها وتحطيها في الصينيه وتدهنيها بس دهنه بسيطه من الزيت، او ممكن ما تدهنيهاش خالص، وتحطيها في الفرن. وخدي بالك هي ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، بتطلع اخف وطعمها ألذ من لما تحطيها على الزيت وتقليها. انت ممكن تجربي تقلي حبه في الزيت وتحطي شويه في الفرن وشوفي الفرق ما بينهم. صدقيني هتحبي اللي في الفرن، بتبقى اخف وطعمها اطعم بكتير. بس جبت بقى حطيت معلقه دقيق وشويه ميه صغيرين، وعملت كده ايه زي صمغ كده علشان الزقها وعشان ما تفكش مني برضو في الفرن. وانا بحطها على الفتحه بتاعتها علشان ما تفتحش برضو زيادة اطمئنان يعني. انت ممكن ما تعمليش الخطوه دي. جبت بقى صينيه كده ودهنتها دهنه بسيطه من الزيت، وحطيت بقى السمبوسك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحطها في الفرن. ما بتاخدش وقت خالص. وجوزي كان جايب لي اللي هو المولتو جاهز دوت، قلنا نجربه، بجد طلع حلو يعني، طعمه جميل. اسفه جدا على صوت الموتوسيكل ده، معرفش هو دخل كده عدى من الشارع وانا بعمل فويس نوت، فمعلش بقى. بس انا حطيتها بقى في الفرن وطلعت بالشكل ده. بجد كانت طعمها حلو قوي، لونها ذهبي وجميل ومقرمشه كمان. وبجد ما اعتبرتهاش ليا غدا. انت ممكن تاكليها اصلا كده في اي وقت سناك على الفطار، بتبقى حلوه قوي. ممكن تاخديها معاكي الشغل، ممكن تحطيها لولادك في اللانش بوكس، بتبقى حلوه وخفيفه.